اللي بيحصل في الأهلي اليومين دول مش طبيعي. حالة حزن وغضب مسيطرة على كل الجماهير بسبب الأداء والنتائج. والموضوع بصراحة أكبر من مجرد خسارة كام ماتش. دي أزمة حقيقية هزت كيان نادي القرن. في تحليلنا النهاردة هنشرح إيه اللي بيحصل ده طبقة طبقة، من أول الملعب لغاية مكاتب الإدارة، وهنوصل كمان لكواليس الاتحاد الإفريقي. يعني لما نسمع كلام زي ده بنفهم قد إيه الموضوع واصل لمرحلة خطيرة. الخسارة هنا مش مجرد أرقام في جدول، دي بتأثر على صحة الناس وحياتهم. ولما الألم بيوصل للدرجة دي بنعرف إن اللي بيحصل في الأهلي مش مجرد كبوة وهتعدي، لا، ده جرح كبير في قلب كل واحد بيشجع النادي. وهو ده السؤال اللي كل الناس بتسأله، إزاي فريق كان بياكل الأخضر واليابس وعنده كل الدعم المادي والجماهيري يوصل فجأة للانهيار ده؟ يلا بينا نفصص الموضوع حتة حتة ونشوف القصة فيها إيه بالظبط. طيب، خلينا نبدأ من أول طبقة خالص. الحاجة اللي كلنا شايفينها بعينينا، أداء اللعيبة في الملعب. دي المشكلة اللي الجمهور بيشوفها كل ماتش وبيتحرق دمه بسببها. اللي بيحصل في الملعب ده لغز نجير. عندك فرقة مليانة نجوم وبياخدوا أعلى عقود، لكن تبص على الأداء في الملعب تلاقي حكاية تانية خالص. مفيش روح، مفيش تركيز في وقت حاسمة، أخطاء فردية بتتكرر بشكل غريب. ونيجي للشوط التاني نلاقي الفريق كله واقع بدنيا، والأهم من كل ده مفيش قائد في الملعب يلم اللعيبة وقت الأزمة. وهنا بقى اللغز الأكبر. زي ما الجدول بيوضح، نفس اللعيبة اللي بنشوفهم في الأهلي شكلهم مرهق ومفيش روح، 9 منهم بيروحوا المنتخب بيقدموا أداء عالمي، حماس وقتال ونتائج كويسة. وده يخلينا نسأل سؤال مهم جدا، هو العيب في اللعيبة نفسهم ولا في السيستم اللي ماشيين عليه جوه النادي؟ أداء اللعيبة ده في الغالب بيبقى مجرد عرض، زي السخونية كده بتقول إن في مرض جوه. عشان كده لازم نطلع للمستوى اللي بعده ونشوف مين المسؤول عن الحالة اللي الفرقة وصلت لها. طيب خلينا نقشر الطبقة التانية ونبص على الجهاز الفني. وهنا بقى الكارثة مش فنية وبس، لا، دي كارثة عقود ورطت النادي وخلته مش عارف ياخد قرار. هنا بدأت الكوارث الإدارية تدان بجد. المدرب الدنماركي عليه كلام كتير جدا بسبب الحالة البدنية للفريق، لكن المصادر بتقول إن الراجل يعني كشف عن وشه الحقيقي ورافض تماما يمشي بالتراضي، متمسك بالعقد بتاعه ومصلحته المالية جاية قبل مصلحة النادي، وده حط الإدارة في ورطة كبيرة جدا. الرقم ده هو المصيبة، 6 مليون يورو. أيوة، 6 مليون يورو. ده قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب. الرقم ده لوحده كارثة، وهو ده اللي مخلي الإدارة إيدها مكتفة ومش قادرة تاخد قرار سهل بإنها تمشيه. ده فخ مالي بمعنى الكلمة. والمصيبة الأكبر إن الغلطة دي مش جديدة، لا، دي بتتكرر. زي ما احنا شايفين، دي نفس الحلقة اللي بتتعاد. أزمة عقد تروبو هي نسخة طبق الأصل من مشاكل حصلت مع كولر ومع ريبيرو، وكل مرة النادي بيدفع ملايين. ده بيأكد إن في مشكلة كبيرة في طريقة إدارة ملف التعاقدات من أساسه. والسؤال ده بقى بيودينا على طول للي فوق، مين اللي جاب المدرب ده أصلاً؟ وافق على الشروط دي في العقد؟ اللوم دلوقتي لازم يتوجه مباشرة للمستوى الأعلى في إدارة النادي. ودلوقتي وصلنا لقمة الهرم، مجلس الإدارة نفسه. صوابع الاتهام دلوقتي كلها متشورة على المسؤولين عن القرارات الاستراتيجية اللي ورطت النادي في كل ده. في وصف اتقال كان قاسي شوية بصراحة، بيقول إن مجلس الإدارة بقى عامل زي الكومبارس. يعني إيه كومبارس؟ يعني القرار في إيد 2 3 بالكتير، والباقي دوره على الهامش أو شبه مش موجود. طبعا مع الضغط ده كله النادي طلع بيان رسمي. البيان باختصار بيقول إيه؟ أولاً، هم معترفين بزعل الجمهور. ثانياً، أقروا بوجود أخطاء فنية وإدارية، ووعدوا بحاجة سموها ثورة تصحيح وعلاج قاطع للأزمة، بس طلبوا شوية وقت. طيب، هل كل اللي بيحصل ده غلطات من جوه النادي وبس، ولا في كمان عوامل من بره بتلعب دور؟ المصادر بتقول إن في، وخصوصاً لما بنتكلم على مستوى قارة أفريقيا. عشان نفهم القصة كاملة لازم نطلع بره حدود النادي ونروح لكواليس الاتحاد الإفريقي الكاف. هناك بقى في كلام تاني خالص واتهامات خطيرة بتتقال عن التأثير على نتائج الماتشات. الحكاية بدأت لما الأهلي كان عنده ماتش مصيري ضد الترجي، والقرار طلع إن الأهلي يلعب من غير أهم سلاح عنده وهو جمهوره. طبعا النادي قدم استئناف عشان يلغي العقوبة. وهنا بقى تعالوا نشوف اللي حصل بالترتيب عشان الموضوع غريب فعلا. اليوم الأول الأهلي يقدم الاستئناف، اليوم الثاني اللجنة اللي المفروض تبص في الاستئناف واللي فيها رئيس الاتحاد التونسي بتقرر تأجل الجلسة والأجل غير مسمى كمان. اليوم الثالث يوم الماتش الأهلي بيلعب في استاد فاضي والاستئناف كأنه ما تقدمش أصلا. يعني تضارب مصالح واضح وضوح الشمس. لكن اللي خلي الموضوع أغرب وأغرب هو التصريح اللي طالع من نائب رئيس الترجي. الراجل طالع في إذاعة تونسية بيشكر رئيس الاتحاد التونسي وبيقول إنه يقب الإعلام التونسي نفسه أخذ الكلام ده على إنه شكر مقابل خدمة.
الخدمة دي هي إن الأهلي يلعب من غير جمهور. الكلام ده كله خلى في نظرية بتتقال بقوة دلوقتي، إن في زي لوبي أو تحالف بين مسؤولين من المغرب وتونس جوه الكاف، وإن التحالف ده بيشتغل ضد الأندية المصرية، سواء بقى بقرارات إدارية أو حتى تحكيمية مثيرة للجدل. طيب، وبعد ما شفنا كل ده من أول اللعيبة للمدرب للإدارة وحتى الكواليس اللي بره، السؤال اللي بيطرح نفسه وبعدين إيه الحل؟ وإيه اللي مستني النادي؟ والخلاصة هنا إننا مش بنتكلم عن غلطة لاعب أو قرار مدرب، لا، إحنا بنتكلم عن انهيار منظومة كاملة، كل حاجة مرتبطة ببعضها. أداء اللعيبة مرتبط بفشل المدرب، وفشل المدرب مرتبط بقرارات الإدارة، وقرارات الإدارة ممكن تكون اتأثرت بضغوط من بره. الحل لازم يبقى شامل لكل ده. وفي الآخر بنرجع لنقطة البداية. الإدارة وعدت الجمهور الغضبان بصور التصحيح، بس الكلام حاجة والأفعال حاجة تانية خالص. الجمهور اللي زعل وتعب وبكى مستني يشوف التغيير ده بعينه على أرض الواقع. وهنا بنسيب السؤال الأخير مفتوح، سؤال صعب جدا مع كل التعقيدات والتشابك ده في الأزمة. ثورة التصحيح الحقيقية للكل بيطالب بيها ممكن تبدأ منين فعلا؟ التحدي كبير جدا، والإجابة هي اللي هتحدد شكل ومستقبل نادي القرن.